حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني. تعالوا بقى نقضي مع بعض النهارده يوم حلو كده. يوم احتفلنا بيه بالهابي نيو يير. ما بنحتفلش بالكريسماس بس توضيحا. ملناش دعوه بالكريسماس، ده عيد الاقباط، اخواتنا المسيحيين. احنا بنحتفل بقدوم سنه جديده هل علينا. بنفرح بعض، بندي لبعض طاقه ايجابيه، بنية ان هو تهاد وتحبه ما بيننا بقى وما بين بعضينا كده صحاب. عارفين طبعا اللي هي اللعبة اللي بيتكتب فيها كل في ورقة كده أسامينا كلنا، وكل واحدة بتختار واحدة واللي بتطلع لها بتجيب لها هدية. يلا بقى نقضي اليوم كده مع بعض من أوله لآخره. رحنا بقى هنا ميني سو أنا وصاحبتي عشان نختار الهدية اللي هنجيبها لأصحابنا. ميني سو طبعا احنا عارفينه براند كده حلو، فيه كل حاجة، في ميك اب، في شنط، في اكسسوارز، في شرابات، وفي سليبرز، وفي حاجات بقى كتير حلوة قوي، في لعب اطفال، في نوت بوك واقلام والحاجات دي. الضوافر دي كانت عجباني قوي بس كانت غالية قوي صراحة. دي محافظ. صراحة ما كناش عارفين نجيب ايه، ميك اب ولا نجيب اكسسوارز ولا نجيب ايه، فقعدنا بقى نلف كده. حبيت برضو اعمل لكم، اصور لكم كل حاجة هناك بالاسعار عشان اللي حابب يروح. كنا بنختار كده، عايزين يعني نشوف نجيب ميك اب ولا نجيب ايه، بس قلنا لا بلاش. احنا كنا عايزين نجيب حاجة يعني يستفادوا بيها اكتر. ده بقى الميست، وهنا فيه سكرابات وغسول. والشاور ده حلو قوي، بالذات الموف بتاع مود ده. مش غالي. الصغيرة دي كانت عاملة 39 والكبيرة 60. الفرش دي برضو كانت حلوة قوي، عجبتني، كانت عاملة 129. والبرفيوم والمستات دي برضو حلوة قوي. والفرش دي الناس اللي بتحب الميك اب وكده هتلاقي برضو حاجات حلوة قوي في مينيسو. والشرابات والستيبرز والحلقان دي كانت حلوة قوي. هنا بقى قررنا خلاص هنجيب نوت بوك، كانت شكلها حلو قوي وعجبتنا، فقعدنا ننقي كده لحد ما جبنا واحدة حلوة. هوريها لكم وانا بلفها. ده عايزه اقول لكم ان الفرع ده الفرع اللي في مدينتي. هنا بقى كنت بلف الهديه، بس دي مش الهديه بتاعتي اللي انا جايباها، لا دي كانت واحده صاحبتي قالت لي معلش خدي لفها لي، صعبت عليا. عموما انا اصلا بحب الحاجات دي، يعني ما كنتش بعملها وانا متضرره، بالعكس ده انا اللي قلت لها هلفها لك. حبيت بقى ان انا يعني اغير في الالوان. انا لفه الهديه بتاعتي بالاحمر، عملتها لها بقى هي بالاخضر عشان تقدمها. وكان شكلها حلو قوي وعجبني. وهنلف برضو النوت بوك كده مع بعض. عملت فيونكة كده شكلها حلو. حبيت الشريط العريض عشان يعني يبقى شكله باين كده. عايزة بقى رأيكم في اللفة وفي الهدية وفي كل حاجة. كومنت كده حلو. الشكل ده برضو عجبني، حطيته كده في النص. دي النوتة اهي، النوت بوك كانت حلوة قوي وعجبتني قوي من جوه. في من ورا برضو اشكال كده انك بحيث ان انتي تلونيها، كانت حلوة قوي. واصلا هي من بره شكلها حلو، الازرق مع الفوشيا او البينك حلوين قوي. عايزه اقول لكم ان دول الواني المفضله، البينك والازرق. لفتها بقى كده. قولوا لي برضو رايكم في اللفه لو عجبتكم. كانت حلوه قوي. اسفه لو في دوشه طالعه في الفيديو، مش عارفه صراحه في ايه.
بجرب بقى الشريط العريض ولا الرفيع، بس بعد ما لفتها بالرفيع حسيت ان العريض كان هيبقى احلى. بس يلا بقى كده، عملت هنا جواب صغنن كده كتبنا لها فيه بنحبك. ودي اللفة التانية. برواز ده كان حلو قوي، كانت طبعا صورتهم هما الاتنين، وكانت جايبه لها سلسله كده كريستال مطليه فضه، كانت شكلها جميل قوي. دول كده هم اللفتين الهديتين. قوليلي رايكم لو عجبوكم، لو عجبتكم اللفه. انا شخصيا عجبوني قوي. هنا بقى رد فعل لميا على الهديه اللي انا جبتها لها، حبيت ان انا اصورها برضو. اهي دي الهديه بتاعتي، كنت عامله لها برواز، واللفه التانية دي كانت الشوكليت وفيها سلسله. حبيت ان انا الف كل واحده لوحديها عشان تبقى شكلهم حلو. وهنا آية وهي لما شافت الهديه انبسطت بيها قوي، احنا كنا كلنا جايبينها لها. دي بقى هديتي. عايز لكم اللي في الشنطه دي حاجه، والمرايه دي لوحديها. دي صاحبتي كانت جايباها لي لان انا كان نفسي في مرايه قوي، وهي لما عرفت لقيتها بقى جايباها وكاتبالي عليها كده بحبك قوي. ودي الهديه بتاعتي ميرام اللي كانت جايباها لي صاحبتي، هي اللي يعني طلع لها اسمي. هوريها لكم طبعا لما نروح. هنا بقى خرجنا، رحنا سيتي سنتر الماظة. عايزه اقول لكم حلوه قوي. قعدنا بقى كده في الفود كورد وكلنا وتمشينا في المول، وفي ناس دخلت مدينه الالعاب قعدت تلعب. حلوه قوي قوي، لو معاكي اطفال هتنبسطي فيها قوي. بس مش قادره اقول لكم الجو كان حر جوه قد ايه. الاكل كان تحفه. احنا جبنا من بلند بان وجبة كده 4 ساندوتشات و2 فرايز، ودي جبنة معمولة كريسبي. الأكل كان حلو قوي، هتنبسطوا بجد. يعني اللي يخرج يطلب من الوجبة دي. كان 4 ساندوتشات كده، 2 برجر و2 تشيكن، حلوين قوي. وقعدنا بقى نتجول في المول ونلف كده. كنا خلاص بقى جبنا اخرنا وكنا خارجين نروح، بس قلنا نتصور الاول. يا رب بقى كده اليوم يكون عجبكم، ويلا باي. خلاص الحمد لله رجعت البيت بالسلامة. عايزة لكم تعبت اوي في المواصلات، لان انا ساكنة بعيد عن سيتي سنتر الماظة، بس الحمد لله جيت بالسلامة. عايزة بقى اوريكم الهدية اللي جات لي. انا طلعت لي صاحبتي اسمها ميرام، سكرة، شخصيه كده جميله قوي وطيوبه قوي. فانا عايزه بقى اوريكم الهديه اللي هي جابتها لي. جابت لي الشنطه دي كده، فيها ايه بقى؟ فيها الشنطه دي كروس كده، هو الحزام بتاعها من جوه، قصدي ال الايد بتاعتها من جوه اهي. صغننه كده، شكلها حلو قوي، لونها زيتي. هي جايباها من ميني سو. طبعا اغلبيتنا نعرف ميني سو، محل حلو قوي، انا شخصيا بحبه. عايزه اقول لكم كمان ان انا كنت قبليها في ميني سو، شفت الشنطه دي وكانت عجباني جدا، ففرحت بيها قوي لما جابتها لي. وجابت لي كمان معاها غسول. استنى اهو، الغسول دوت من بوبانا، حلوة قوي قوي قوي. وفي حبيبات الفحم دي بينقي البشرة، وحلوة قوي للبذور السوداء، لان حبيبات الفحم دي ب... ب... يعني زي سكراب كده خفيف للبشرة، فحلوة قوي، عجبني برضو. وجابت لي السكراب ده. عايزه اقول لكم ريحته اللي هو بالقهوه، بس ريحته بقى تحفه، ريحته كده قهوه وجميل قوي. انا عموما اصلا بحب الهدايا اللي هي
اللي تعرفي تستخدميها، والهدايا كمان اللي هي ايه يعني. ما بحبش مثلا الهدايا الشوكليت والكلام ده اللي هو حاجة هتتاكل وهتترمي، لا. الهدية دي تبقى هدية صاحبها يحتفظ بيها، يفتكرك بيها بقى فيما بعد، تبقى ذكرى حلوة كده. تتحط ديكور. عايزة اقول لكم كوكي معانا في الفيديو راشق في اي حاجة. بس فانا بحب الهدايا اللي هي تتشال، مش تتاكل وتترمي او تستعمل وتخلص. الشنطة عجبتني قوي، والحاجات دي حلوة قوي. ميرسي يا روح قلبي، وعقبال كل سنة يا رب. وعايزة برضو اوريكم حاجة تاني. دي مراية برضك من ميني سو. انا قلت لكم كنت فيه من كام يوم، حلوة قوي. كنت مع واحدة صاحبتي بنجيب هدية لواحدة صاحبتنا تاني، فأنا أصلا كان نفسي في مراية وعجبتني قوي ولما هي شافتني ان هي عجباني، شافت ان هي عجباني، قامت هي يعني خدتها، بس ما اعرفش طبعا اللي هي كانت هتجيبها لي. جيت بقى الصبح في اليوم بتاع اللي احنا كنا بنحتفل بيه وكده، لقيتها حطاها لي على المكتب وحطالي وكاتبالي دي بحبك جدا جدا، وطبعا مش هقولك مين. انا والله اللي بحبك قوي قوي، وربنا يخليكي ليا كده ويدومك في حياتي دوم. بس يا حبايبي دول الهدية اللي هي جاتلي. طبعا انا اوريكم اللي انا جبته. بصوا انا بس عايزه يعني اوضح لكم معلومه، احنا ما بنحتفلش بالكريسماس. عشان بس ما حدش يقول لي حرام ومش حرام. وانا ما بنكرش المنكر على فكره، عشان برضك ما حدش يقول انتي بتبرري ومش بتبرري. لا، احنا بنحتفل بهابي نيو يير، ان هي سنه سعيده داخله علينا. وبعدين انا باخدها بنيه تهاد وتحبه، ان انا بفرح حد بمناسبة سنة جديدة داخلة علينا، وبديله طاقة إيجابية وببسطه، بس مش أكتر. لكن مش بحتفل بكريسماس ولا بحتفل بعيد مسيحيين خالص. الكريسماس ده أصلا يعني عيد ميلاد يسوع المسيح. الأقباط الغربيين بيحتفلوا بيه يوم 25، والأقباط المصريين بيحتفلوا بيه يوم 7/1. احنا احتفلنا بيه او بنحتفل بيه يوم 1/1، او احنا عملنا الهدايا والحاجات دي يوم 25 يوم 29. فاحنا ما بنحتفلش بكريسماس خالص، بالعكس احنا بنحتفل بسنة جديدة داخلة علينا، بنفرح حد، بنسعد حد، بس مش اكتر. بس فلو عجبكم بقى الفيديو من اوله كده لاخره، وانا قلت اخليكم تقضوا معايا اليوم لان اليوم كان حلو قوي. يا رب تكونوا اتبسطتوا معايا. ولو عجبك الفيديو اعملي لي شير ولايك وسبسكرايب. ولو انت اول مره تشوفي الفيديو او القناه، اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. باي باي. خلاص الحمد لله رجعت البيت بالسلامه. عايزه اقول لكم تعبت قوي في المواصلات، لان انا ساكنه بعيد عن سيتي سنتر الماظة، بس الحمد لله جيت بالسلامه. عايزه بقى اوريكم الهديه اللي جات لي. انا طلعت لي صاحبتي اسمها ميروم، سكره، شخصيه كده جميله قوي وطيوبه قوي. فانا عايزه بقى اوريكم الهديه اللي هي جابتها لي. جابت لي الشنطه دي كده، فيها ايه بقى؟ فيها الشنطه دي كروس كده، هو الحزام بتاعها من جوه، قصدي ال الايد بتاعتها من جوه اهي. صغننه كده، شكلها حلو قوي، لونها زيتي. هي جايباها من ميني سو. طبعا اغلبيتنا نعرف ميني سو، محل حلو قوي، انا شخصيا بحبه. عايزه اقول لكم كمان ان انا كنت قبليها في ميني سو، شفت الشنطه دي وكانت عجباني جدا، ففرحت بيها قوي لما جابتها لي. وجابت لي كمان معاها غسول. استنى اهو، الغسول دوت من بوبانا، حلوة قوي قوي قوي. في حبيبات الفحم دي
بينقي البشرة وحلو قوي للبذور السوداء، لان حبيبات الفحم دي ب... ب... يعني زي سكراب كده خفيف للبشرة، فحلو قوي عجبني برضو. وجابت لي السكراب ده، عايزه اقول لكم ريحته اللي هو بالقهوه، بس ريحته بقى تحفه، ريحته كده قهوه وجميل قوي. انا عموما اصلا بحب الهدايا اللي تعرفي تستخدميها، والهدايا كمان اللي هي ايه يعني، ما بحبش مثلا الهدايا الشوكليت والكلام ده اللي هو حاجة هتتاكل وهتترمي، لا. الهدية دي تبقى هدية صاحبها يحتفظ بيها، يفتكرك بيها بقى فيما بعد، تبقى ذكرى حلوة كده، تتحط ديكور. عايزة اقول لكم كوكي معانا في الفيديو راشق في اي حاجة. بس فانا بحب الهدايا اللي هي تتشال، مش تتاكل وتترمي او تستعمل وتخلص. الشنطة عجبتني قوي، والحاجات دي حلوة قوي. ميرسي يا روح قلبي، وعقبال كل سنة يا رب. وعايزة برضو اوريكم حاجة تاني. دي مراية برضك من ميني سو. انا قلت لكم كنت فيه من كام يوم، حلوة قوي. كنت مع واحدة صاحبتي بنجيب هدية لواحدة صاحبتنا تاني، فانا اصلا كان نفسي في مراية وعجبتني قوي ولما هي شافتني ان هي عجباني، شافت ان هي عجباني، قامت هي يعني خدتها، بس ما اعرفش طبعا اللي هي كانت هتجيبها لي. جيت بقى الصبح في اليوم بتاع اللي احنا كنا بنحتفل بيه وكده، لقيتها حطاها لي على المكتب وحطالي وكاتبالي دي بحبك جدا جدا، وطبعا مش هقولك مين. انا والله اللي بحبك قوي قوي، وربنا يخليكي ليا كده ويدومك في حياتي دوم. بس حبايبي دول الهدية اللي هي جات لي. طبعا انا اوريكم اللي انا جبته. بصوا انا بس عايزه يعني اوضح لكم معلومه، احنا ما بنحتفلش بالكريسماس عشان بس ما حدش يقول لي حرام ومش حرام. وانا ما بنكرش المنكر على فكره، عشان برضو ما حدش يقول انتي بتبرري ومش بتبرري. لا، احنا بنحتفل بهابي نيو يير، ان هي سنه سعيده داخله علينا. وبعدين انا باخدها بنيه تهاد وتحبه، ان انا بفرح حد بمناسبة سنة جديدة داخلة علينا، وبديله طاقة إيجابية وببسطه، بس مش أكتر. لكن مش بحتفل بكريسماس ولا بحتفل بعيد مسيحيين خالص. الكريسماس ده أصلا يعني عيد ميلاد يسوع المسيح. الأقباط الغربيين بيحتفلوا بيه يوم 25، والأقباط المصريين بيحتفلوا بيه يوم 7/1. احنا احتفلنا بيه او بنحتفل بيه يوم 1/1، او احنا عملنا الهدايا والحاجات دي يوم 25 يوم 29. فاحنا ما بنحتفلش بكريسماس خالص، بالعكس احنا بنحتفل بسنة جديدة داخلة علينا، بنفرح حد، بنسعد حد، بس مش اكتر. بس فلو عجبكم بقى الفيديو من اوله كده لاخره، وانا قلت اخليكم تقضوا معايا اليوم، لان اليوم كان حلو قوي. يا رب تكونوا اتبسطتوا معايا. ولو عجبك الفيديو اعملي لي شير ولايك وسبسكرايب. ولو انت اول مره تشوفي الفيديو او القناه، اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. باي باي.